هبه طباخه. الدولمه مالتها اللي يذوقها يقول هاي لازم تبيعها بالعالم كله، تنتشر على الشرق الاوسط على اوروبا، ننقلها بالطياره، الدولمه تطير وتروح على العالم. صباح الخير والشمس تسطر. بعولي محمد. بس والله عافية عليك محمد. والله ان شاء الله العالم كله تحكي. يا بس شنو تستحون تحطون شمسية؟ هي شمسية الشمس يعني براسك ترجع للبيت دايخ على شنو؟ البس شمسية وامشي. والله حتى الناس لا تحكي تقول عيب وهذا ايش يسوي؟ شو السالفة؟ عاشتك لون ايش لابسين؟ أنا لابسة شبكتي ومحمد لابس شمسيته. اوف هاني صار لي 4 أيام إجازة شوية صحتي تدهورت. على الشارع فارغ. محمد جبت سيارة. صار لي فترة من وصلت الشغل. هاي الضوء كلش فوق راسي لي أذي راسي والله. بس شوية يصير شوية ارتاح، اما لو اخذ الضوء كلش قوي فعندي هنا يصير عندي ألم مو طبيعي، وجهي تعبان. المهم راح تبلش المهمة الصعبة. صار ساعة صافنا بيها ومترددة بس مجبورة. إن شاء الله يصير أحسن وأقوى. أنا بس هاي من الشبكة لأنه يغادر وقت شوية، لازم أقعد بالبيت حتى لا تشوفني شمس وما أتعب. عاشق ان شاء الله زينين مرتاحين الحمد لله والشكر، بس هباو شويه تعبانه ومريضه. لا ان شاء الله يصير احسن. هذا شرب الطندوة اما احس معدتي عبارة عن حبوب. بس الصوت حيختلف. حبوب طفيها البنكة يعني. ما اقول لكم جايبة قونية علاج وياي. قونية هاي الصبح عندي ظهر عندي بالليل. عمود طالع حلو. الله يشافيك ان شاء الله. امين. طالع حلو والله عيونك حلوه تسلمين. حياتي. اذا صرت تليفوني ان شاء الله اضاءة خايسة. فيكي وانا والشفقة قاعدين. طيب شو حيسمون؟ شو حش الصوت احس الصوت ناصي. لا عالي. احس الصوت ناصي. ما تحش. ايش بيش زهراء؟ ايش خلي على كلامك؟ حش. ايش خلي على حكي؟ انت ليش تحكي مع الحكي؟ انت مو هذا حكي. انت ليش تحكي هذا حكي؟ تحمد كلش طويل. يبا اطلع كله انا ما اطلع كله. صعدت ونزلت مرتين للإدارة حتى أقدم هذا الطلب. ما أعرف يعني الصراحة ما أعرف، مترددة. أنا من النوع إني إذا أحب شغلي صعب أعوفه، وهذا شغلي يعني صار لي سنين اشتغل بيه. نفوت بهذا القاطع أحسن. ايه أنا أغلب أوقات إن أنا أقعد أصور، وهاي اللي ليها طلب إنه راح أعوف الشغل. خلي أشوفكم إياه بالمخزن أو هو بالمكان الترك على مود يسوون هاد شي احتمال جديد للمكتبة. بدي تشوفون هاي الوسل وراي. المهم حتى أحكي واحد يسمعني ما أعرف يعني
مترددة أصعد، مرتين صعدت ونزلت، صعدت ونزلت، صعدت ونزلت حتى أنطي هذا الظرف. ما أعرف شو أسوي. يعني صار لي يومين دا أفكر إنه ما أترك وأترك، ما أترك وأترك، ما أترك وأترك. يعني محمد هواية قال إنه هبة قاعدة بالبيت فترة، يعني ما أضغط عليك إنه أني ما متعودة إنه أقعد بدون ما ألهي نفسي بشغلة أو عملة أو فد شي. يعني متعودة إنه أشتغل ك7 ساعات مو أكثر، يعني من 8 الصبح ل3 العصر نرجع للبيت ونرجع ليزوني. بس هسه بعد هذا النظام تفلش، ماكو هذا الشي. دكتور حكي هواية، يعني هذا يضر بصحتي. قال لي إذا جهدي نفسك تأبين قد ما تقدرين تكوني مرتاحة يكون أفضل بالبيت تبقين. قال لي مو الأحد هذا إلك صحتك، لأنه دهورت صحتي كلش، راح أحكيلكم عنها بالتفصيل. أكثر من دكتور. أنا هسه حاليا دا راجع، يعني مو اختصاص واحد، اختصاص عظام، مفاصل، التهاب وجلدية، وهسه كليتي. وقال لي احتمال عيونك، لأنه هذا يعني شلون أقول لكم، أعراض هذا المرض عيني إذا تشوفوها ملتهبة وجفاف، بيها جفاف. شفتي هماتين عندي هاي المكانات إذا تشوفون هاي سوالف، هاي كانت فراقيس. لأنه كانت السالفة إنه مستمرت قبل فترة، وأنا عبالي إنه مسخنة صار فرقوسة فرقوستين 3، وأنا عبالي سخونة أو فشي، طلع أصلا لا سخونة ولا فلونزا ولا أي شي. الحمد لله والشكر. يلا راح أروح أقدم لأنه بعد ماكو حل، والله كريم. من فترة وارجع أقوى وأقوى، لأنه أحتاج تقريبا فد 2 شهر أقل شي حد ما أخلص الأدوية مالتي. طبعت هذا الطلب وقلبي يرجف، ما أعرف متى متوقع يجي يوم راح أقعد بالبيت وأستقال من أي شي اسمه شغل. قدمت حطيت على الميز ونزلت، لأنه ما قدرت أطيله. خليته على الميز ونزلت. موجودين؟ زارات تمشي. إن شاء الله يا ربي حياة ما تخلص إن شاء الله. يعني بس خلي سيد البنك اليوم فرشني ما خلصت الدنيا. إن شاء الله تقدم للجميع إن شاء الله. وإحنا كسبنا عائلة، كسبنا أصدقاء، كسبنا أخوة نحبهم، ما نقطع شيء يعني عادي. حتى لو إن افترقنا أكيد نجي ونشوفهم. هذا اللي عندي. زهورة كافي يا زهرة طبعا جت تبكي. هبه لا تعال. قضيبتي لا اليوم راح تتساءلون ليش هبه تعبانه وليش الدكتور هيك قال لها انه ما ترهقين نفسك وتتعبين نفسك وتوقفين الشغل وتبتعدين عن الشمس. ليش هبه؟ انا ما متعوده نحكي لكم شغلات سلبيه دائما. بس بما انه انتم عائلتنا
قريبين علينا يعني عائلتنا الثانيه، فلازم نحكي لكم مو فقط انه يعني اكثر الناس دي يشوفونا انه احنا فرحانين حياتنا فول الفول وهاي ما ادري شنو، بس ترى احنا بشر يعني انه نحزن نتعب، وانتم شفتوا انه انا وصلت حالات وهاي، فاحنا كلنا سواسيه، فحتى لو نصعد يعني نفس الشيء نضل بشر. والله ماكو شيء يتغير فينا. المهم احنا ما متعودين نحكي لكم السلبيه، لانه من رجعنا لكم بقوه ظلينا بس نضحك وابتسامه بوجهكم اكيد، فلحد الان احنا نضحك وابتسامه بوجهنا بس يعني هواي لاحظوا انه وجهي تعبان دائما، يقولوا لي نطلع يشوفوني مرات متابعين يشوفوني ليش تعبانه، او دائما مثل ما قلت لكم عيوني جافه، يعني هو عندي اعراض. المهم الموضوع واللي هو ليش هبه تركت الشغل، وطبعا صراحه انا بالفيديو كليته انا ما ادري انه هبه راحت قدمت الطلب، وما ادري انه هي تصور انه فيديو عبالي هيك شغلات ستوريات، فاكتشفت انه فيديو انا اليوم دا اقدمه وبس شاف التقرير استقاله قال لي هذا هو قرارك النهائي؟ قلت له اي. هو يعرفني هالمكان كلش احبه اكيد، فقال لي هذا قرارك، ومن الدكتور قال لي لازم تقعدين قاعدين بالبيت، فافضل انه تتركين المكان. فقلت له تمام. انا صار لي يومين ادانش نفسي اقول اعوف ابقى الشغل بس ما الود على نفسي او لا، يعني ظليت متردده. يصير عندها ارهاق بشكل مو طبيعي، يصير عندها يعني تعب، فالدكتور انه من رحنا سوينا تحاليل، رحنا سوينا التشخيص وهاي، فالدكتور قال لنا انه لازم ترتاحين، تبتعدين عن الشغل، تبتعدين عن الشمس، ما تشيلين شغلات ثقيله، كيت سوالف هوايه. المهم قال لي ما اريد نهائيا جهد. بالضبط، جهد نهائيا ممنوع علي. خطيه عندها التهاب المفاصل الرثوي، طبعا هذا الالتهاب ياثر طبعا انه الشخص ينام هوايه، يتعب رأسا على غفله، يعني يذبل ويسخن، ويأثر هم على تساقط الشعر. طبعا شعري كمية وقعت بالضبط خيالية، بحيث صارت عندي حالة نفسية بالضبط. محمد شغلة أنا ما أحب أسوي، يعني شلون أقول لك، أوكي أني افتهمنا مريضة أوكي، ويعني هو شلون نقول لك، قال لي الدكتور مزمن لازم تتعايشين وياه، بس انا قلت لها لا، انا الصراحه حاقول لكم شغله ثواني خلعنا من عندش ولا فستش لين ظلمه هنا. اني من وصلت الحاله اللي انتم شفتوني بها، وصلت الف الحمد لله والشكر انه رب العالمين كتب لي حياه جديده. الدكتور من شخصنا هاي، من قال لي محمد بقالك شهر او شهرين، تخيلوا شهر فما نقدر نذكر. فالمهم احنا ما نثق انه اوكي الدكاتره يعالجون هاي، بس كل شيء يم رب العالمين هو الشافي هو المعافي. من حكى وياها قال لها انه باعتباره مثل مرضى السكر يعني دائما ياخذون انسولين وهاي، فانا من طلعنا قلت لها انه هبه لا ماكو هيك حكي، ما عليك بيه، اول شغله انه رب العالمين هو اللي يبعد هاي الامراض عنا، انت التزمي بالعلاج اهم شيء، وان شاء الله يا رب خير. طبعا طاها علاجات، طاها ادويه، طاها اوبر، طاها شرابات، بحيث خطيه تشرب هواي حبايات. معدتي صارت عباره عن ادويه، صار لي اسبوع اشرب ادويه، يلا صحيت شوفوني شلون مشمشه، بس اعوف الادويه انام 12 ساعه انام، واقول لهم بعدني نعسانه. تخيلوا يعني اني قبل كم يوم رجعت من الشغل، هبه رجعت نايمة تقريبا من الساعة 3 للأربعة بكتها، شو للأربعة لحد ثاني يوم الصبح 7:30 محمد توصل بي أقوم ما أقدر. تخيلوا يعني أكثر من 12 ساعة، من 3 الظهر لثاني يوم الصبح 7:30 ما أقدر أقوم. فهذا الالتهاب كل شيء يأثر يعني على الجسم، على الإرهاق، يعني إرهاق بشكل مو طبيعي. مرات إنفلونزا واحد يقول إيه يلا عادي ما أدري شنو، بعدين تتفاقم الوضع، فلازم تهتمون بصحتكم يعني نصيحة. وتسوون تحاليل كل فترة، تحاليل حتى لو ما بيكم غلطي طبعا ما تسوون تحاليل. بالضبط، ربي يشافي الجميع إن شاء الله. المهم هسه شنو نغلس عن هذا الموضوع. أنا عاجبني بوتيتي، هبه صار لها ساعة. لا شنو بوتيتي؟ فينجر. فينجر شنو بوتيتي؟ فينجر شوية سقفها. خذوا البوتيتي اي. المهم هسه حنسوي فينجر ونسولف، هو فلوق نكمله يلا.
فيديو صار مشغولة. المهم حبايبي خليكم ويانا. طبعا تلاحظون انت تحكي سوري، تلاحظون اظافير مسويتها شويه دا غير من نفسيتي وكذا، حركات بركات. بعض. طبعا انتم شفتوا الفيديو اللي هبه حرقت البيتزا طبعا. ما حرقتها، ما محروقه. شفتوا العجينه العجينه هي لا هي استانس عليها. اعطيني مجال. هبه طباخه، انا زوجتي واعرفها، هبه طباخه. الدولمه مالتها اللي يذوقها يقول هاي لازم تبيعها بالعالم كله، تنتشر على الشرق الاوسط، على اوروبا، ننقلها بالطياره، دولمه تطير وتروح على العالم. انا خجلت. المهم يلا خليكم. لا راح اسوي فيديو بدون ما انت تدري بيتزا. شلون اسوي البيتزا. لا مو حتى يعرفون صعب، انا ما تعرفون يسوون بيتزا. اكثر عجينه. مو بس هاي، اكثر تعاليق يقولون هبه تعال شوفي هاي شو اسمه، هاي الوصفه وهاي الوصفه. على انستغرام طن وصفات. المهم فيديو كامل نسوي البيتزا دولمة. مو احنا نقول ليش البيتزا شوي. يلا عمي بيتزا. دا المخلش اياها. ابا التعليقات اللي يكتب دولمة واللي يكتب بيتزا اكثر واحد راح اسوي الفيديو. يلا هاي. انا حاعتمد على الفيديو على التعليقات مالي ذاتي. بيتزا اللي يكتب دولمة اسوي دولمة. يعني خوبه كيف انا ذا دولمة مو تعرف. اي مو هو انا اعتمد على التعليقات راح احسبه كم دولمة وكم بيتزا وراح اعتمد عليها. يلا لا تغلسين، نكمل الفينجر على قولتك. مو الدكتور قال لك لازم راحتي، تو انت خوش حدي. خابصتني بهاي، خابصتني والله تخبط. والله تخبط. ليش هاي شنو اسمها؟ يعني مزقزقه. اي شنو اسمها؟ شنو يعني سكينه. هاي شلون هيجي؟ شنو قلت هيك؟ ها محمد ارجع مكانك، ارجع. مستحيل شنو يعني ليش سوت؟ قصيتها بالنار؟ سوت يعني شنو الاثر؟ سوالف مال النسوان ما عندهم غير بس هاي السالفه. يلا شو احكيكم، هذا شنو؟ هذا نوم بصره، امي تسوي نوم بصره على العالم. بعد انا كنت ما احب النوم بصره الصراحه، لان النوم بصره بها طعم. هسه عرفت كل العصاير بس اشرب نوم بصره. تخيلوا كل يوم هاي الشيء. بس خلينا نشرب. يعني اللي تجربه هنا؟ طيب شلونه؟ كلش طيب. والله كلش طيب يخبل. بعد كل يومين اخلص نفس هاي الشيشه. ومن فوائد النوم بصره طبعا صحيه، تساعد. انت بتحكي روح المحل جيب لنا مي، جيب لنا بيبسي تعال. انا اشرب نوم بصره تدور بيبسي. ما اكو لا بيبسي ولا شيء، نوم بصره. الزلاطه المفضله الي طبعا الطماطم. خلينا نحط لها ملح. يلا والله تحس ايش قد خلت يا الله. محمد ترى طماطم وايد. مجرمه. استغفر الله. والله يصير بابا مو زين. يعني صحيح؟ مو زين يصير بالضغط. جيب مو زين بابا مو زين. حبه. والله هذا بصل. وقعها براسك. خلصت الطبق الرئيسي اللي هو زلاطه. انا تدرون عايشه على زلاطه. كل شيء احب هاي الزلاطه. اول شيء فقر دم بهواي فوائد، معدنوس وطماطه وليمون. اللي عنده فقر دم او شيء كلش تفيده طبعا، لان هذا المعدنوس اصلا اهل الدايت ياكلونها. صح. يشبعون نفسهم بالزلاطه على مود ياكلونها يضعفون. وانا عايشه عليها. عودتني انه شنو يشوفون شنو بالفنجر اللي هي هاي. شوفوا تتبيله مال زلاطه خلينا نسيتها. سلطه سلطه. تتبيله كلش طيبه. تضيف مثل ملوحه مدحومه للفنجر. هي شلون تقرمش. مجموعه من الخضار طاحنيها. نعم. وعلى الليمون، لان شفت المكونات فيها. صح. ليمون مطحون، الخضار كل انواع الخضار يعني الخضره وملح، يعني جميل بالسلطه تخلوها وبالبتيتا واو. بس كلها تشتري مني. زوني ايش وقت ما يريد يصور، ايش وقت ما يريد يصور ما يصور. تعال نقول لهم باي باي. بالكذب قول باي باي. ولا كنت كنت صغيره اكثر ما يعجبه. معروف ما يعجبه. يلا حبايبي لا تنسون اشتراك قناتنا حتى عائلتنا تكبر. هالشيء شو اختصرتيها رسمي. لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس. اهم شيء فعلوا زر الجرس. اهم شيء فعلوا زر الجرس وخلوا لايك حتى يصعد الفيديو وجربوا هاي الزلاطه. اوكي. وقولوا عايشين شبه الفنجر احترق. ليش